ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إنجي حمادة بتهمة نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. واعترفت إنجي حمادة بعد القبض عليها بمزاولتها نشاطها بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تحقق من خلالها أرباح مالية كبيرة غير مشروعة. فمن هي إنجي حمادة؟ وتقيم إنجي حمادة بالقاهرة الجديدة، إذ تعد من مواليد 1975 ميلاديا، وسبق اتهامها بممارسة أفعال مخلة بالآداب، وتعمل كمقدمة برنامج بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، من خلال قيامها اتخاذها عملية شراء مساحات على الهواء منبرًا لتقديم برنامجها. وتباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات مع المتهمة إنجي حمادة بعد القبض عليها في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياة.